مساء الفل عليكم. مسلسل 80 باكو كان عندي توقع انه ممكن يكون الحصان الاسود في رمضان، والصراحة هو مسلسل كويس وهيعجب ناس كتير، ولكن انا مش عايز اكمل مشاهدته. طيب ليه؟ لان ببساطة المسلسل واضح ان تصنيفه مش ليا، بالبلدي كده مسلسل حريمي زيادة عن اللزوم. زائد اننا كل حلقة بندخل في مغامرة وبنروح بيوت ناس ونعرف حياتهم وقصصهم، وكلها في الاخر مش بتحرك حاجة في الاحداث ولا حتى بتضحك على المستوى الكوميدي. وبمناسبة الكوميدي، انا شايف ان خالد مختار ووليد مغازي غير موفقين تماما في المشاهد اللي بيشيلوها، وده لانه لسه بدري جدا عليهم انهم يشيلوا مشاهد كاملة بنفسهم، والصراحة كلها مكررة ومفيش بالنسبة لي اي نوع من انواع الضحك خالص. المسلسل اكيد فيه عناصر كويسة زي اداء هدى المفتي اللي يحسب له عدم المبالغة، وكمان انتصار اللي ظهورها حيوي وجامد جدا، كمان اخراج كوثر يونس على مستوى الصورة والبرودكشن ديزاين وتصميم الازياء والجو العام، كلها عناصر جيدة جدا. لكن كقصة، انا شايف ان المسلسل مش مستاهل وقتي بين المسلسلات الكتير اللي بتابعها في رمضان. خلينا نقول حاليا ممكن لو حسيت بعد رمضان اني عايز اكمله هبقى اعمل كده، لكن دلوقتي الصراحة صعب، وعلشان كده هوقفه.